سيداتي وسادتي، مصر سيناء، مصر المستقبل وسيناء الأمل. والحديث عن سيناء لا نمل منه. الحديث عن سيناء يطول ويطول، وأمامي بعض الأرقام عن عودة سيناء. ماذا تعني عودة سيناء إلى مصر؟ تعني الكثير، تعني الثروة. إذا كانت سيناء هي ملحمة النضال الخالدة، وإذا كانت سيناء هي الأمل وهي المستقبل، فأيضا كما تعني لنا البطولة وكما تعني لنا الفداء، تعني أيضا الثروة التي كافحنا من أجلها والتي بذلنا من أجلها الغالي والرخيص. ماذا تعني عودة سيناء إلى مصر؟ عودة سيناء تعني عودة حوالي 6% من الأراضي المصرية، تعني عودة 61 ألف كيلو متر مربع من مساحة مصر. أيضا عودة سيناء تعني تحرير الأرض والإنسان المصري الذي ظل لمدة 5438 يوما من عمر الزمن تحت الاحتلال. هذه الأرقام التي نقدمها. عودة سيناء أيضا تعني الثروة البترولية، تعني عودة 25 مليون طن بترول، أي ما قيمته 850 مليون جنيه. أيضا عودة سيناء تعني استعادة ثرواتها بالكامل، الثروات المعدنية الهائلة من الفحم الحجري التي تقدر بأكثر من 30 مليون طن، والرمال البيضاء اللازمة لصناعة الزجاج، وخام الكولين لصناعة الخزف والصيني والحراريات، والرمال السوداء والرصاص والمنجنيز والجبس والأملاح. عودة سيناء سيداتي وسادتي تعني استعادة شبكة طرق مرصوفة طولها 1585 كيلومتر. أيضا في هذه الأرقام نقدم 2500 طن سنويا هي مصادر الثروة السمكية القادمة من سيناء. أيضا عودة سيناء تعني استعادة مراكز السياحة العالمية. عودة سيناء تعني عودة الملاحة من قناة السويس وتأمين حركة التجارة الدولية لرخاء جميع دول العالم. أيضا عودة سيناء إلى الوطن الأم تعني عودة الحرية والكرامة للإنسان المصري، تعني إعادة صياغة الحياة والمساهمة في تحقيق الرخاء للشعب المصري في كافة المجالات. والآن سيداتي وسادتي ينفرج الستار. والآن مع لون آخر من ألوان الفن، موشح يا ليل وموشح قف يا هوى، غناء فؤاد عبد المجيد، وبينهما رقصة البحر بيضحك. سيداتي وسادتي، لقاؤنا مع الفنانة فريدة فهمي والفنان محمود رضا وفرقة رضا للفنون الشعبية. العرض من تصميم وإخراج الفنان محمود رضا. وهن
ملك على عرش الجمال يمشي بالتين واختيار فتلين الحسن الجبال ويلومني إن قلت يا ليل وآه من هواك يا ليل ولا حب وآه من هواك العين ترمي بالسهام والثغر ساحر الابتسام العين ترمي بالسهام والثغر ساحر الابتسام والحسن يأمر بالغرام ويلومني إن قلت ملك المشاعر والفؤاد ويعز في الحب الوداد والشوق يقتلني يكاد